هو حارث السوداني؟ حارث السوداني هو النقيب حارث عبد علي السوداني، أحد ضباط وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وعمل كركن أساسي من أركان العمل الاستخباري في خلية الصقور الاستخبارية. متى انضم إلى خلية الصقور؟ انضم حارث السوداني رسميا بدايات الشهر الرابع من سنة 2014 بعد تشكيلها، يعني لو كان من بعد البداية. التشكيل. خلية الصقور منذ التأسيس أسست حال بقية الدوائر الحكومية، ومرت بعدة مراحل ومسميات إلى أن وصلت إلى مسمى خلية الصقور الاستخباري رسميا. انتم عارفين هذه تخضع إلى أوامر إدارية تصدر من وزارة الداخلية. فرسميا بالشهر الرابع انضم حارث، شهر الرابع سنة 2014 انضم شاب لطيف قميص أبيض بدلة سوداء سنة 2014 وجهاز لابتوب، صاحب حس مرهف